السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا على بركة الله. ابقوا معنا. 5 مليارات دولار. واشنطن تطلق خطة استثمارية ضخمة بالصحراء المغربية. تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترجمة التزاماتها تجاه المغرب إلى خطوات عملية من خلال خطة استثمارية ضخمة تناهز 5 مليارات دولار لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، في مبادرة تؤكد متانة الشراكة بين الرباط وواشنطن ورهانهما المشترك على استقرار وازدهار المنطقة. ويأتي هذا التوجه امتداداً لمسار انطلق منذ اعتراف واشنطن سنة 2020 بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، إذ أكدت الإدارة الأمريكية في أكثر من مناسبة دعمها لجهود المملكة في جعل هذه الأقاليم نموذجاً للتنمية المندمجة. وذكر تقرير لموقع أفريكان انتليجنس أن السلطات الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمؤسسة التمويل التنموي الأمريكية لبحث فرص استثمارية كبرى في الصحراء المغربية. وعقدت المؤسسة لقاءات مع بنوك ومؤسسات مغربية لتحديد المشاريع الواعدة. الخطوة الأمريكية تنسجم مع الرؤية الملكية التي أكدها الملك محمد السادس في عدد من خطاباته، والتي ترى في الأقاليم الجنوبية ليس فقط مجالاً لترسيخ الوحدة الترابية، بل أيضاً رافعة تنموية قادرة على تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي إقليمي وقاري. وبلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المغرب مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، إذ تصدرت الولايات المتحدة قائمة المستثمرين الأجانب سنة 2028 بصافي تدفقات بلغ نحو 761 مليون دولار، أي ما يفوق 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، في مؤشر على تنامي ثقة واشنطن في مناخ الأعمال بالمغرب، خاصة في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة والبنيات التحتية. ورغم تراجع طفيف في 2023 حيث استقرت الاستثمارات في حدود مليار دولار تقريباً، حافظت الولايات المتحدة على موقعها المتقدم، خصوصاً مع الانتعاش الاقتصادي المسجل خلال سنتي 2020 و2027، والتي بلغت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب 1 مليار دولار، وهو ما يعكس جاذبية المملكة كمحور استثماري إقليمي. ولا يقتصر هذا التقارب المغربي الأمريكي على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يشمل أيضاً الموقف السياسي الثابت من قضية الصحراء. فقد جدد ريتشارد ديوك بوشان الثالث السفير الأمريكي المرشح لدى المغرب خلال جلسة استماع بالكونغرس يوم 30 يوليوز دعم بلاده الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، واصفاً إياها بالحل الواقعي الوحيد للنزاع، مع تأكيد استمرار واشنطن في دعم جهود الأمم المتحدة لحل الملف والدعوة إلى انخراط جاد لجميع الأطراف المعنية. وتفتح الاستثمارات الأمريكية المرتقبة بالصحراء المغربية الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، إذ توفر للمغرب دعماً استراتيجياً لمخططاته التنموية، وتمنح الشركات الأمريكية فرصاً في بيئة مستقرة وواعدة. وهكذا تواصل الأقاليم الجنوبية التحول إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي، بما يعزز موقع المملكة كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا والعالم. مشروع الطريق السيار جرسيف الناظور، ورش استراتيجي يحقق تقدماً ملموساً تتواصل بوتيرة متسارعة أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، وذلك ضمن المبادرة الكبرى التي أطلقت سنة 2003 لتعزيز البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق النائية. ويعد هذا المشروع الطرقي الضخم أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الشبكة الطرقية بالمملكة، حيث يمتد على طول 105 كيلومترات بكلفة إجمالية محدثة تبلغ حوالي 7.9 مليار درهم. ومن المرتقب أن يحدث نقلة نوعية في مستوى الربط الطرقي واللوجستي بين الأقاليم الشرقية وميناء الناظور الجديد الذي يرتقب دخوله الخدمة سنة 2026.
وأفاد إلياس المودن ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة أن المقطع الثالث من المشروع الممتد على مسافة 27 كيلومتراً بلغ نسبة إنجاز تقدر ب50%، ويشهد هذا الجزء الحيوي أشغالاً هندسية كثيفة تشمل حفر ما يفوق 6 ملايين متر مكعب من الأتربة، وردم 5 ملايين متر مكعب، وتعبيد المسار ب400 ألف طن من الإسفلت. كما يجري إنجاز 3 منشآت فنية كبرى لعبور الأودية، إلى جانب تشييد 19 ممراً علوياً وسفلياً لتأمين حركة السير وتجاوز العوائق الطبوغرافية. أما بخصوص المقطع الثاني الذي يمتد على 40 كيلومتراً، فمن المرتقب إطلاق طلبات العروض الخاصة به نهاية هذا الشهر، في حين يخضع المقطع الأول حالياً لمرحلة الانتقاء الأولي للمقاولات. من الناحية الإدارية واللوجستيكية، تم الانتهاء من تحرير العقارات بنسبة 100% في المقطعين الأول والثاني، فيما تجري أشغال تحويل خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط لتفادي أي تأخير في تنفيذ المشروع. من جهته، أكد زهير بناسبو المدير الجهوي للتجهيز والماء واللوجستيك أن الطريق السيار الجديد سيمكن من تقليص مدة السفر بين قرسيف والناظور ب45 دقيقة، مما سينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل وفعالية سلاسل التوريد، وسيسهم في تسريع حركة نقل البضائع، خاصة الحاويات المتجهة نحو مدن مثل الدار البيضاء، الرباط وفاس. كما اعتبر أن المشروع يمثل رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية من خلال ربط المناطق الريفية والمهمشة بالشبكة الطرقية المهيكلة، وهو ما من شأنه تحسين الولوج إلى خدمات التعليم والصحة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص شغل محلية. وسيسهم هذا الورش كذلك في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية من خلال تجهيزات حديثة تراعي معايير الجودة والأمان المعمول بها دولياً، فضلاً عن تعزيز جاذبية الجهة للسياحة الداخلية بفضل تقليص المسافات ورفع جودة الربط بين مختلف المكونات الترابية لجهة الشرق. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم.